النوم مش طايقه نفسي ولا طايقه حياتي كلها. اقسم بالله حرفيا تنام في حال وتصحى في حال تاني خالص. حسبنا الله ونعم الوكيل في الشيطان الرجيم وفي اللي بيوكله، منهم لله، لان وكيلهم دول مش ربنا. المهم ان انا قمت وقررت ان انا مش هفضل كده، لازم اعمل حاجه جديده غير ان انا اشتغل وادخل واقعد في بيت. قررت اروح اصرف اخر جنيه في جيبي واسيب بكره على بكره وعلى الله حكايتي. والله ما اعرف انا رايحه فين. اول ما اوصل للمكان اللي هيريحني نفسيا، لان نفسي هي اللي هتشيلني ونفسي هي اللي هتكمل اللي جاي ان شاء الله، هقرر انا فين وهقعد فين وايه اللي هيريحني وهقول لكم على المكان. خليكم معايا. وهنا كنت وصلت للمكان اللي انا عايزه اوصل له. دخلت حقيقه كذا مكان، ده اللي تقريبا ارتحت له. شوفوا بقى معايا المكان عامل ازاي. بصوا البحر وجماله وقت الغروب، مفيش بعد كده. المنظر لوحده حكاية، يعني لوحدكم مع اصحابكم مع قرايبكم، 2 مخطوبين، 2 متجوزين، 2 متطلقين المهم ان القعدة حكاية، الفيو تحفة. بصراحة انا استمتعت بيه جدا، وشكل البحر حلو قوي، يعني حاجة تغير من المود شوية. قعدت اقرا شوية. دايما في شنطتي الفترة دي كتب عشان خاطر اعرف اتعلم منها حاجات. الحقيقة انا ما كنتش من هواية اني اقرا كتير، بس الموضوع ده لسه مجددا بقالي كام سنة فيه مؤخرا كده، والصراحة اتعلمت كتير قوي. وهوا حاجة ما فيش منها اصلا. خليكوا معايا وشوفوا المنظر الحلو ده. تعالوا بقى عشان اوريكوا منظر احلى بكتير. من اعلى مكان في اسكندرية، المنظر حكاية. الشكل اصلا لوحده يخليك تسرح في حتة تانية خالص، وتبدع في افكارك وتطلع حاجات جديدة وتطلع كل الطاقة السلبية اللي جواك. ما تنسوش نفسكم وسط زحمة الحياة، وافتكروا ان انتوا الوحيدين اللي قادرين تسندوا نفسكم.